السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفيديو جديد من فيديوهات مروة محمود والطبخ بريشة. كل عام وحضراتكم بألف خير. معانا هنا طاجن فراخ بالخضروات، كله ني في ني. بيدخل الفرن ساعة واحدة فقط، يعني الأكلة كلها ممكن نحضرها في ساعة، ساعة ونص بالتحضير اللي هو الخارجي، تقطيع مثلا الخضروات لأن الخضروات عندي كلها فريش، وتتبيل الفرخة يا دوبك 10 دقايق ربع ساعة بالكتير. وعقبال ما احضر الخضروات بيكون الطاجن او الصينية معانا جاهزة. بحط كل الخضروات اللي انا حباها يعني عشان تعمل توليفة كده وطعم جميل. كوسة، فاصوليا، بسلة، جزر، بطاطس، يعني اللي بيحبوا برضو البتنجان الرومي في وصفات زي كده، شرايح بصل، شرايح فلفل رومي، شرايح فلفل حامي، كلها بتدي مذاق تحفة جدا. طبعا كمان الفراخ بتنزل شوربتها كلها مع الخضار، وبيكون طعم أذكى من كده مفيش، يعني بتبقى تحفة جدا وصحية كمان. هنا أنا تبلت الفراخ بشرايح البصل التوابل بقى اللي هي بتدي نكهات عموما زي ما احنا شايفين كده. هنا انا في السلطانية عندي متبلة الفرخة وغسلها كويس جدا ومقطعة الجلد الزائد فيها، بس مخلية الجلد اللي انا هحشي تحتيه البصل، لاني بحشيها بشرايح من البصل متبلة بفلفل اسود وكمون وملح وكزبرة ناشفة. دي اهم التوابل للفراخ، اللي هي تعطرها وفي نفس الوقت ما تديلهاش ريح، يعني تديها ريحة حلوة وما تديهاش نكهة خارجية. خلاص انا هنا ضفت الخضروات اللي كانت متوفرة عندي، بسلة، سوري، كوسة مع فاصوليا خضراء، وشرايح فلفل رومي، وشرايح البصل. بغسلهم وبجففهم كويس وبضيفهم، وبكون عاملة بيوريه طماطم. بقشر الطماطم كويس، وبضربها في الخلاط او في الهاند بلندر عادي، وبقلل كمية المية فيها اثناء الضرب علشان تديني بس كثافة كويسة للطماطم. زي ما احنا شايفين لونها تقيل جدا ولونها احمر كويسة جدا، يعني مش محتاجة اضيف لها صلصة جاهزة. اللي بيحب الصلصة الجاهزة ومش عاوز فريش عادي جدا، بيدوب الصلصة في كمية من المية ويحط فيها التوابل. انا هنا مع الطماطم ضربت الفلفل برضو الاسود والكمون والكزبرة والملح، دي غير تتبيلة الفراخ دي مع الطماطم. وبضيف كمية من الطماطم ديت بالتوابل على الخضروات، وبعدين بضيف الفرخة زي ما احنا شايفين. بكون مقطعاها من الظهر فقط 4/4 اللي هو نظام الشوي. بتبلها من الظهر بالصلصة اللي هي منكهة بالتوابل، وبحاول طبعا ادخل الصلصة ديت ما بين الجلد. وكمان انا كنت عاملة فتحات بالسكينة في اللحم ذات نفسه علشان يخش الطعم ده جوه. في الحالة اللي انا بقول لكم عليها دي مش محتاجة ان انا اسيبها خالص انها تتبل بره ساعة ساعتين ثلاثة، لا خالص. انا عملت الوجبة كلها يعني على طول، ما استنيتش. كمان الفرخة بتتبل بسرعة جدا مع توليفة البصل بالتوابل دي. ولما بعمل فتحات في الصدور وفي الوراك بتخش زي ما احنا شايفين كده، الصلصة فيها التوابل بتاعتها والملح، كمان بتتنكي حلو جدا، ما بتبقاش محتاجة انها تستنى خالص. جربوها ومش هتندموا. ولو وصلتوا معايا للفيديو لحد النقطة ديت، ما تنسوش اللايك والشير والدعم عشان يصلكم كل جديد ان شاء الله. وبستعمل في الوجبة ديت أكياس حرارية، بس أنا بستعملها بطريقة مختلفة. ما شفتش حد الصراحة بيستعملها بالطريقة دي غيري. أنا مش بدخل الفراخ أو الطيور أو الخضروات داخل الكيس نهائي، ما عملتهاش كده نهائي. أنا على طول بعمل الصينية اللي أنا حباها، وبغطي بيها الورق الحراري من فوق بالطبقتين بتوعه.
والله العظيم 3 ما بتقعدش الحاجة في الفرن أكتر من ساعة بالكتير، وبتكون مستوية تماما تماما تماما. يعني مش شرط أدخل كل حاجة، هو طبعا الكيس معمول عشان تضيفي كل حاجة داخل الكيس، بس أنا بفضل الطريقة دي بدل الغلبة بتاعت إن أنا أدخل كل حاجة داخل الكيس بعد كده افتحه وبعد كده اطلع اللي في جوه. لا لا، انا بحب كده جدا، مفهوش بقى يعني شغل كتير، وفي نفس الوقت يا دوبك بشيل الكيس من فوق الصينية او الطاجن بتاعي واشغل الشواية تديني احلى لون. بحط الورق الفويل زي ما احنا شايفين كده مع الكيس الحراري. يعني هنا انا حطيت الكيس الحراري الاول، بضيفه كده وبدخله من الجوانب وكل اتجاه. وما فينا بقى مش محتاجة ان انا اخرمه بالسكينة لانه مش هينتفخ معايا ولا اي شيء، بس انا زي ما احنا شايفين كده بدخل الجوانب كلها بتاعته والطبقتين بتوعه برضو علشان ايه تبقى سميكة. حابة تقطعيه نصين تستعملي مرة نص والمرة التانية نص تاني، طبعا بعمل كده كتير جدا لو الطاجن عندي صغير. وبعدين بضيف ورقة الفويل من فوق، بتساعد برضو على التسوية اكتر ودرجة الحرارة يعني تنظمها لي اكتر، تحافظ عليها، تحافظ على درجة الحرارة. وبحطها في رف اللي في النص في الفرن 180 200 240 زي يعني الدرجة الموجودة عند حضراتكم، أعلى درجة لمدة ساعة. وبعد كده بشيل الفويل وأحطه تحت الشواية. ودمتم بألف خير، وما تنسوش اللايك والشير، وكل عام وأنتم بألف خير.